السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. الله يتقبل منا الصيام والقيام منا ومنكم يا رب ان شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم حليوه تاع عيد ساهله ماهله، رانا نحوسوا غير الساهل. الواحد ما ولاش يقد يفوت بزاف الوقت في لاكوزين كما كنا بكري. دونك حاجه خفيفه ظريفه، المكونات تاعها نورمالمون يكونوا في متناول الجميع. باش زعما ديروا حلوه شابه هكذا يليق فيها شويه مكونات ماشي بزاف زعما. المهم سهله، الشكل شباب، الذوق روعه. خاصكم تجربوها، ما تشدلكمش كاع بزاف الوقت، ديروها في وقفه وتتهنوا. ها هي كيفاش دايره من الداخل. المهم ما غاديش نطول عليكم وغادي ندخلوا نشوفوا المكونات وش يخصنا باش نديروا هذو الكعكات الشابين والبنان. يلا ندخلوا مع بعض ونشوفوا طريقه التحضير. غادي نشوفوا هنايا شي يخصنا المقادير والتحضير او ميم طون باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا هذه الكميه تاع 500 غرام زبده ولا مارغرين طريه بحراره الغرفه. اللي بغات دير نص الكميه تنقص دير النصف وصاي. درت معاها غرفيه تاع حلوه الترك مفته كما راكم تشوفوا. هنايا ندخلوا مليح داك حلوه الترك مع الزبده. قرصه ملح، 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس، وغادي نخلطوا مليح. حلوه الترك ماشي كافيه باش تحلي لنا الحلوه تاعنا، نا فريمون 2 مغارف تاع سكر غلاس. درت مغرف صغيره تاع فاني، وهنايا عندنا غرفيه تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي، وزدت عليهم 4 مغارف تاع جلجلان تاني محمص ومطحون. دروك نستعمل يديا، ما كاش كيما اللي تستعمل يدها رحمه ربي والله العظيم. تحسي بهذيك الكويرات تاع حلوه الترك تحليهم على غرضك. نزيدو هنايا الفرينه تاعنا، نقعدو نزيدو بشويه، وزدت ان ساشي تاع لوفور شيميك وحده في الفاره، ونبدو نديرو. ما خصهاش تنشف بزاف كما راكم تشوفوا، هاد لاغوسيت ما فيهاش البيض، دونك ما خصناش ننشفوا بزاف العجينه وما خلوهاش تاني كاع تتلصق. نزيدو الفرينه ونكون نوريكم كيفاش خصها يكون القوام تاعها باش ما تقعدش تشقق لنا. ديجا فيها الكاوكاو الداخل، دونك باش ما تقعدش تتكسر. نزيدو الفرينه بشويه، ما نتقلقوش نديرو كميه كبيره ورانا نشوفوا. هنايا هذه الكميه تاع الرطل تخرج لنا 65 حتى 70 حبه تاع هذا الكاطو، والمول شويه كبير، دونك قادره تخرج لكم اكثر اذا كان عندكم المول صغير اللي غادي نشوفوه. نبقاو نزيدو غير بشويه قد المغرف ونشوفوا، ماشي نعجنوها غير نلمو. تشوفوا هذا ماشي عجين غير نلمو. كي تبغوا تتاكدوا ما ديروش باليد اللي تكونوا تخلطوا بها، ديروا باليد الاخرى اللي تكون ناشفه تعطيكم العبار. هنايا عبرت درت 30 غرام لكل كره، هي اللي تجي في المول تاعي. نتوما عينكم هي ميزانكم. نديرو 30 غرام، نديروهم كاع كويرات، ومن بعد نديروهم حربوش هكا باش نديرو دوك الكعيكات وندخلوهم في المول اللي غادي نوريه لكم. هذا هو المول اللي استعملته، يكون مثقوب هكا ونديرو فيه. راهم ينباعوا عند صحاب الحلويات هذو كاع لي مول، راه العجب. ديروها مليح هكاك، سقدوها غادي تنتفخ غير شويه، ما تزيدش بزاف. صحيح حتى نديرو كاع لي مول تاعنا ونديروها طيب على 180 درجه اللي هي 350 فرنايت. ونخلوها تتحمص كي شغل حتى تتحمر هكا تتحمص. غادي نوريكم كيفاش غادي تكون باش تجي من الداخل فيها بنه روعه. المهم انا غادي نكمل كاع العجينه وغادي نولي معاكم باش نوريكم كيفاش تكون كي نخرجوها من الفوق. راكم تشوفوا ما دهنت لا ليمون، ما درت لهم حتى حاجه، ما تلصقش العجينه. المهم هنايا درتهم يطيبوا، وها هما كيفاش تكون. راكم تشوفوا غير حمراء شويه من تما، من الداخل غادي تكون حمراء. اذا كانت لاصقت لكم شويه الحبه ما تقعدوش تعاندوا معها. غادي نوريكم كيما هكا راها لاصقه، غادي غير ترتخوها خفيف صاي طارت، ما تتعاندوش معها باسكو جايه تذوب في الفم هاد الحلوه. غادي نخلوها تبرد
نكملوا كاع العجينه، نخلوها تبرد. ها هي الكميه اللي درتها لي، قلت لك خرجت لي 65 حتى 70 حبه. غادي في حمام مائي نديروا الشوكولا تاعنا اللي نديروا بها الكلاصاج، الشوكولا الشابه اللي تكون فيها بنه شابه. ودرت هنايا 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع زيت باش نديروا الكلاصاج تاعنا باش تطلق روحها. كاين الشوكولا اللي تكون ديجا كي تغي ديريها تذوبيها تكون ديجا طالقه، وكاين اللي لا خصك تزيدي لها 2 مغارف زيت ولا 3 باش تنطلق معاك. وزدت هنايا كاوكاو تاني كونكاسي محمص وكونكاسي باش تشوفوا كيفاش النتيجه اللي يعطيها لنا اللي غادي تعطيها لنا. كيما راكم تشوفوا غادي ندير كاع الحلوى تاعي غير بشويه نستحفظوا عليها وما نقعدوش نخبطوا فيها. هي غادي غير نحطوها ومن بعد هذيك الشبكه اللي راني نحط فيها هي اللي غادي نرتخوها شويه غير بشويه باش ما انا كاع هادو ما تهرست لي ولا حبه. كاع هذه الكميه قلعتها ودرت لها الاخر الكلاصاج تاعها ما تهرست لي حتى حبه. كيما راكم تشوفوا ماشي فخاجيل كاع او بوين لي يبوسوا ولا تمسوا، غير شهيه كانت تقعدوا ترتخوا فيها ولا سي نورمال. هذيك لما ردختوها وما ما صرا لها والو عرفوا باللي راه صالحه للبناء. كيما راكم تشوفوا نكملوا كاع الكميه تاعنا ومن بعد غادي نتلاقوا مع بعض باش نشوفوا. ها هي الحليوه تاعنا، الله من الله الشكل. تذوقوها كيما بغيتو، تقدروا تخلوها غير كيما هي بروحها جايه هكاك فيريرو جايه فيها هذوك الحبيبات. دونك ما نستحقوش نتذوقوها، ولا زوقتو غير ديروا غير هذاك كيما راني درت زوقتها غير شويه بالدوغي وصاير اي حاجه خفيفه. شنو نقول لكم، الدار بقات تعبق بالريحه مع حلوه الترك مع الجلجلان الكاوكاو، تجي روعه. ولا بات تاعها الداخل تجي تقول فويتي هكا تشوفيها مورقه. وكما شفتوا ما تديش الوقت في الصنيع، ما تغبنش. ما ها هي ديك الحبه قربتها لكم، غادي نقسم لكم حبه وتشوفوا كيفاش تجي من الداخل. والله اللي مازال خصها حلويات تاع العيد تزيد دير حاجه سهله، باغي حاجه سهله هذه هي ولا اسهل ولا اروع. شوفوا كيفاش تجي فايته من الداخل، تجي هشيشه ما تامنوش عقلكم كيفاش تجي. ها هي لكم الحلوه وبالصحه والراحه، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.